بعد انتهاء الجولة الثالثة من البطولة العربية عرفنا الفرق اللي اتأهلت والمواجهات ربع النهائي والفرق اللي هتروح. بس في الأول قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك وانت جديد شوف الاشتراك في القناة ويلا نخش في الفيديو. هنبدأ بالمجموعة الأولى. المجموعة الأولى اللي فيها نادي الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي والنادي الصفاقسي. هنبدأ بالمباراة الأولى، مباراة نادي الترجي التونسي والنادي الصفاقسي، المباراة اللي انتهت بنتيجة تعادل 0-0، ما حصلش فيها أي مثير. وهنروح للمباراة التانية اللي كانت ما بين نادي الاتحاد السعودي والشرطة العراقي. الاتحاد السعودي نونو سانتو اختار ان هو يبدأ المباراة بتشكيلة مختلفة خالص عن اللي لعب بها المباراتين اللي فاتوا، يعني ما لعبش باللعيبة الأساسية خالص، لعب كل اللعيبة اللي كانت في الملعب كانت لعيبة احتياطية. نادي الشرطة العراقي الصراحة نادي مقدم أداء كويس في البطولة العربية بالنسبة للظروف اللي كانت بتمر بها الأندية العراقية في الفترة الأخيرة، فهو مقدم أداء جميل قوي. وكان واخد نادي الاتحاد السعودي لنتيجة التعادل 1-1 لحد ما نزل من على الدكة كريم بنزيما وحمد الله. السنة ده الصراحة عامل شغل جامد لحد ما تمكن كريم بنزيما ان هو يسجل هدف التعادل، هدف الفوز كمان مش التعادل، لحد ان هو تمكن يسجل هدف الفوز لنادي الاتحاد السعودي على نادي الشرطة العراقي من ركلة جزاء. لحد ما نوصل ان ترتيب المجموعة الاولى كالاتي: في الصدارة بالعلامة الكاملة نادي الاتحاد السعودي ب9 نقاط، وهيجي في المركز الثاني نادي الشرطة العراقي اللي معاه 4 نقاط، وفي المركز الثالث نادي الترجي التونسي اللي معاه نقطتين، وفي المركز الرابع نادي الصفاقسي اللي معاه نقطة واحدة. هنروح للمجموعة التانية اللي فيها نادي السد القطري والهلال السعودي والوداد الرياضي والاهلي طرابلس. هنبدأ بمباراة السد القطري والاهلي طرابلس. المباراة خلصت بنتيجة 1-0 لصالح نادي السد القطري. وهنروح لمباراة تانية في المجموعة ديت وهي مباراة الهلال السعودي والوداد الرياضي. مباراة ما كانتش سهلة خالص على نادي الهلال السعودي، بالعكس نادي الهلال السعودي تمكن من تسجيل هدف التقدم في نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب روبن نيفيس بأسيست من سعود عبد الحميد. الرياضي تمكن ان هو يسجل هدف التعادل، وكان راس براس قبال الهلال، ما كانش فيه، تحس ان مفيش فرق خالص بينهم. كان الصراحة كان مباراة جميلة قوي، وكان في شويه تدخلات عنيفه من جانب نادي الوداد الرياضي لحد ما اجى برضو سعود عبد الحميد قدر ان هو يصنع اسيست لروبن نيفيز. والصفقتين الجداد بتوع نادي الهلال السعودي تمكنوا ان هم يسجلوا هم الاثنين في نفس المباراه ويفتتحوا طريق التسجيل مع نادي الهلال السعودي. وبكده يكون ترتيب المجموعه الثانيه في الصداره نادي السد القطري ب7 نقاط، ويجي في المركز الثاني نادي الهلال السعودي ب4 نقاط، المركز الثالث نادي الوداد الرياضي بنقطتين، وفي الرابع نادي اهلي طرابلس بنقطتين كذلك. وهنروح للمجموعه الثالثه اللي فيها نادي الشباب السعودي والنصر السعودي والزمالك والاتحاد المنستيري. هنبدا بمباراه نادي الشباب السعودي والاتحاد المنستيري اللي خلصت بنتيجه 1-0 من ركله جزاء عن طريق اللاعب بانيجا. وهنروح للمباراة التانية بتاعت النصر السعودي والزمالك المصري اللي انتهت بنتيجة التعادل 1-1. المباراة الصراحة كان أدائها عالي قوي، وخصوصا من لاعيبة نادي الزمالك. الفريقين كانوا مقدمين أداء كويس، ونادي الزمالك قدم أداء غير المتوقع، يعني ما كانش في حد متوقع إن الزمالك هيقدم الأداء اللي هو بيقدمه دوت. والصراحة كل جماهير الزمالك وكل الناس اللي طلعت تتكلم بعد الماتش طالعين يتكلموا وبيقولوا ان الزمالك بيقدم اداء كبير قوي. حتى كريستيانو ذات نفسه طلع في بعد المباراة في لقاء صحفي وكان بيقول ان احنا كنا قدام فرقة منظمة، صعب ان الواحد يعرف يسجل عليها وصعب الفوز عليها. المباراة كلها باحداثها كانت جميلة، شهادة تألق من زيزو وشيكابالا وتألق من جانب لاعبين نادي الزمالك. بس لولا ان الدكة بتاعت نادي الزمالك مش قوية، ضعيفة، كان زمان الموضوع كان اتغير، لان التبديلات اللي نزلت بسبب ان اللعيبة اللي في الملعب لياقتها قلت اثرت على اداء الفريق وعلى تركيز اللاعب. بس انت برضو في الاول وفي الاخر انت قدام كريستيانو رونالدو، كورة واحدة في الدقيقة 87 قدر ان هو يسجل التعادل. المباراة شهدت ظهور اول لساديو ماني
واول ظهور له مع نادي النصر. والمباراه الصراحه كل حاجه فيها كانت جميله، بجانب الاداء الجيد والحلو قوي والانتظام التكتيكي بتاعت لعيبه نادي الزمالك، الى جانب الجماهير اللي كانت عامله جو خيالي، سواء كان جماهير الزمالك ولا جماهير النصر. الجماهير كانت حلوه قوي. وبرضك واللقطات اللي بعد المباراة، كريستيانو وشيكابالا وهما مع بعض، واللي قبل المباراة والكباتن وهم بيسلموا على بعض، والحاجات دي كلها حاجات حلوة وذكرى جميلة للتاريخ. وحتى السعوديين، الجمهور السعودي طالع وبيتكلم عن نادي الزمالك وبيقول ان هو عجبهم اداء اللعيبة، وعكس بقية الاندية الافريقية اللي بتتدخل تدخلات عنيفة غريبة الصراحة. بقول لا، اللعيبة نازلة فعلا عاوزة تكسب وبتلعب بروح عالية وما بتتدخلش تدخلات عنيفة خالص، مركزين على الكورة. وحتى ما كانش فيه اعتراضات على الحكم. الصراحة ردود الأفعال على المباراة دي بتاعت سواء الجمهور المصري أو الجمهور السعودي كانت جميلة. وبكده يكون ترتيب المجموعة الثالثة كالآتي: في الصدارة فريق الشباب ب7 نقاط، وفي المركز الثاني نادي النصر السعودي ب5 نقاط، وفي الثالث نادي الزمالك ب4 نقاط، وفي الرابع الاتحاد المنستيري ب0 من النقاط. يعني الاتحاد المنستيري التونسي ما عملش أي حاجة خالص. هنروح للمجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة اللي كان فيها نادي الوحدة الإماراتي والرجاء البيضاوي وشباب بلوزداد والكويت الكويتي. هنبدأ بمباراة شباب بلوزداد والكويت الكويتي. المباراة دي انتهت بنتيجة 1-1، وما حصلش أي حاجة مثيرة في المباراة خالص. هنروح للمباراة المهمة في المجموعة ديت اللي كان ما بين نادي الرجاء الرياضي والوحدة الإماراتي، لأن المباراة دي كانت هتحدد مين اللي في المركز الأول. تمكن نادي الرجاء الرياضي إن هو يفوز على نادي الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-0 ليحسم الصدارة بالعلامة الكاملة ب9 نقاط. هم الرجاء الرياضي والاتحاد السعودي الفريقين الوحيدين اللي قدروا إن هم يحسموا الصدارة بالعلامة الكاملة. مواجهات ربع النهائي كالآتي: نادي الاتحاد السعودي هيقابل نادي الهلال السعودي، ونادي الشرطة العراقي هيقابل نادي السد القطري، ونادي الشباب السعودي هيقابل نادي الوحدة الإماراتي، ونادي النصر السعودي هيقابل نادي الرجاء الرياضي. ودي تكون مواجهات ربع النهائي. وممكن نلاقي فابينيو في مشاركته الأولى مع الاتحاد السعودي تكون في ربع نهائي كأس العرب. ودي كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تدعمني بايك، ولو انت مجيش عارف باشتراك في القناة. والسلام عليكم.